السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة جايبة لكم مشروب لإزالة دهون البطن ودهون الأرداف والمؤخرة ونزول الوزن ككل. مشروب من الآخر في منتهى الجمال. مش عايزة أقول لكم إن هو مفيد جدا، لأنه كمان مفيد للناس اللي عندهم زيادة في مستوى سكر الدم. هيبدأ إن هو يحسن من مستوى سكر الدم، هيبدأ إن هو يعالج كمان فقر الدم، لأنه فيه نسبة كبيرة من الحديد. كمان مهم جدا للناس اللي عندهم هشاشة في العظام أو عندهم خشونة في الركبة، لأنه فيه نسبة من الكالسيوم. يعني من الآخر هيخلصنا كمان من التهابات القولون زي عسر الهضم أو الغازات اللي بتبقى نتيجة القولون. هيخلصنا كمان من الإمساك. يعني مشروب من الآخر في منتهى الجمال. ده غير إن هو بيقلل نسبة الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL، وبيزود الكوليسترول النافع اللي هو ال HDL. اظن مفيش احلى من كده مشروب. يلا بينا مع بعض نشوف المشروب هنعمله ازاي، وخليكم معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا حاجات مهمة جدا عن المشروب اللي هنتناوله ان شاء الله لمدة مش اقل من 21 يوم او شهر، وهتشوفوا نتيجة حلوة باذن الله. يعني عايزة اقول لكم من 5 ل6 كيلو في الاسبوع، ودي حاجة حلوة جدا. يعني لو استمرتوا عليه مع تقليل الاكل، وخاصة بعد الساعة 8 ما نبدأش ان احنا نتناول اي طعام. ان شاء الله هتلاقوا نتيجة حلوة جدا. ونكتر من الخضار ونكتر من الفاكهة، ونقلل كمان من نسبة الدهون والنشويات اللي بناكلها خلال اليوم. وطبعا ما ننساش المية، ونص ساعة مشي بس في البيت، ولو حتى في الحجرة لو هي متر في متر هنقدر ان احنا نمشي، وهننزل كمان في الوزن. اول حاجة عندنا اللي هو ورق الغار او ورق اللورو، كلنا عارفينه. ورق الغار يعني عايزه اقول لكم اهميته كبيره جدا. بيقلل نسبه الكوليسترول في الدم اللي هو الكوليسترول الضار. بيعمل على اذابه الدهون اللي موجوده او الدهون الحشويه اللي موجوده في منطقه البطن، ودي طبعا اللي هي بتعتبر من اهم الدهون اللي بتسبب لنا الامراض، لانها بتبدا ان هي تتركز على الامعاء وتركز كمان على الكبد، فتسبب لنا مرض السكري، وممكن تسبب لنا كمان اللي هو دهون الكبد. كمان ممكن تعمل تكيس في المبايض. اظن مفيش احلى من كده في ورق الغار. كمان ان هو بيعمل على تحسين مستوى السكر في الدم، وبيقلل الغازات وبيقلل الانتفاخ. يعني في منتهى الجمال ورق الغار. وكمان بينزل لنا المية الزايدة في جسمنا. طب تاني مكون هنستخدم ايه؟ هنستخدم مع بعض معلقة من الكمون. اظن انتوا كلكم عارفين ان الكمون ده يعني مفيش احلى منه في نزول الوزن، وخاصة في الدهون اللي موجودة في منطقة البطن. طيب ان هم وجدوا ان هم جربوا على سيدات الكمون ده لمدة اسبوع، وجدوا ان بدأ محيط الخصر بتاعهم يبدأ ان هو يقل، وكمان بدأ ان هو يقلل في محيط الخصر او الوسط بتاعهم، بحيث ان بدأ المقاسات تتغير معاهم. طيب الكمون كمان مش فايدته ان هو بينزل دهون وبس، لا برضو بيظبط مستوى السكر في الدم، بيقلل الكوليسترول الضار، وبيقلل كمان الغازات والانتفاخ، وبيقلل كمان موضوع الامساك. وفي الاخر هو مفيد جدا للقولون ولعلاج مشاكل القولون. دي بالنسبة للكمون. طيب تالت مكون عندي هستخدمه ايه؟ هستخدم الهيل او الحبهان. بحط 7 حبات من الهيل او من الحبهان. كلنا عارفين الحبهان اصلا بيعمل على سد الشهية، وبيزيل الدهون الموجودة في منطقة البطن، ومفيد جدا لان هو بيقلل الكوليسترول الضار، ومفيد جدا لانه برضو بيظبط مستوى السكر في الدم. طيب المكون الرابع وهو القرفة. هنحط عود من القرفة. مش هحط هنا القرفة اللي هي الناعمة، هحط عود من القرفة. كلنا عارفين القرفة حارقة للدهون، وبتخلصنا من الشحوم اللي موجودة في جسمنا، وكمان بتسد الشهية. ده كمان ان هي مفيدة جدا للأمراض العصبية، وكمان ان هي بتساعد على علاج بعض الأمراض او التقليل منها اللي هو مرض الزهايمر. اظن مفيش احلى من كده في الاربع مكونات اللي انا قلتها. لسه كمان في مكون اخير هنقوله، ولكن هناخد الطاسه بتاعتنا بالكمون ورق اللورو والقرفه والحبهان او الهيل، وهنبدا نحطها على النار لمده بسيطه جدا، يعني لا تتعدى ثواني.
خلاص كده الأعشاب عندي بقت جاهزة، خدت تحميصة بسيطة، وببدأ أضيف لها المكون الأخير وهو معلقة من الكزبرة الناشفة. الكزبرة الناشفة مفيدة جدا لأنها بتقلل أو بتخفض مستوى السكر في الدم، وبتعزز الجهاز المناعي، وبتحسن الهضم، وبتقلل الإسهال، وبتعالج علاج أو التهابات الفطريات والتهابات المفاصل، وكمان مقوية لفقر الدم أو العلاج فقر الدم. كمان مفيدة جدا لصحة الدماغ، لأن طبعا هي مفيدة جدا لفقر الدم لأنها بتحتوي على حديد، ومفيدة جدا لالتهابات المفاصل لأن بيها نسبة من الكالسيوم. كمان إن هي بتنقي الكبد وبتطرد السموم. الكزبرة الناشفة دي بضيفها في الآخر خالص، وأبدأ أطحنها معاهم. وطبعا بتعمل على إدرار البول، وبتخلصنا من الانتفاخات ومن الغازات. خلاص كده الأعشاب بقت جاهزة إن أنا أطحنها في المطحنة بتاعة التوابل، وبعد كده باطحنها ناعم جدا. باحطها في الطبق عندي، أو ممكن أشيلها في برطمان خاص. كل أسبوع أعمل شوية على قد الأسبوع، وبابدأ بعد كده آخد معلقة، وده هيسهل عليا كتير جدا. بدل ما باقعد أفكر أشرب إيه كل يوم عشان أحرق الدهون بتاعتي، لأ، ده عندي مشروب أنا اللي عاملاه بنفسي وضامنة المكونات بتاعتي. باخد معلقة منه وبصب عليه الماء المغلي، وابدا اقلب كويس جدا. ممكن اصفيه وممكن اسيبه كده عادي، لان طبعا كل الشوائب دي اللي فوق بتبدا ان انا اشيلها بالمعلقه، اما باقي الرواسب بتبدا تبقى في القاع. ممكن احليه بقى بمعلقه من العسل، ودي طبعا بترجع لرغبتك، بس هو معلقه واحده بس في اليوم. وباقي المشروب اللي هنشربه مرتين كمان هيبقى بدون عسل، عشان ما ازودش السعرات الحراريه بتاعة جسمي. طبعا العسل بيزود السعرات، ولكن ليه قيمة غذائية، وفي نفس الوقت فيه أملاح وفيه معادن، وفي نفس الوقت بيديني طاقة. فهشرب المشروب اللي هو بالعسل صباحا، لكن المشروبين التانيين اللي هشربهم بعد الغداء وبعد العشاء بيبقى من بدون عسل. ببدأ أضيف شريحة من الليمون بعد ما بيبرد. احنا عارفين إن الليمون بيحرق الدهون، وخاصة دهون الجسم، وبينزل الوزن. وفي كمان ألياف اللي هي البكتين اللي هي بتديني إحساس بالشبع. كمان ان هو بيقوي جهاز المناعة، وبيعمل على تحفيز مادة الكولاجين اللي موجودة في الجلد، واللي بتمنع عننا الشيخوخة المبكرة. كمان ان هو في فيتامين سي مهم جدا، لان هو بيزود جهاز المناعة وبيحمينا من الامراض، وخاصة نزلات البرد والامراض المناعية. أظن كده مشروب في منتهى الجمال، هنشربه 3 مرات، هينزلنا من 5 ل6 كيلو، مع تقليل النشويات وتقليل الدهون. وفي الحركة بركة، ولو نص ساعة بس يوميا جوه البيت، وشرب كمية من المية، ده هيساعدنا كتير إن احنا نخس. وما تنسونيش بالدعاء، وجربوا المشروب ده وعلى ضمانتي، وإن شاء الله تنزلوا عليه وهتلاقوا أحلى نتيجة. للناس اللي الكوليسترول بتاعهم عالي أو السكر بتاعهم عالي، هيبدأ إن هو يظبط لهم كل المشاكل دي. وكمان القولون لو هو تعبان هيبدأ ان هو يخف بإذن الله. اتمنى ان يكون مشروب النهارده يكون عجبكم، وعايزه اقول لكم طعمه في منتهى الجمال، مش هتحسوا ان انتوا بتشربوا حاجه طعمها مش حلو، هتلاقوا طعمه جميل جدا. اتمنى ان هو يعجبكم وينال رضاكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.